خلينا نبلش بالسؤال الأهم. شو يعني السلطة؟ وشو أهميتها بتنظيم الدول؟ بكل بساطة السلطة هي آلية اللي من خلالها الدولة بتشتغل لتأمن النظام، تحط القوانين وتدير شؤون الناس. بدونها الأمور بتصير فوضى وما في حد أدنى من الاستقرار. بس إذا سلطة هيك مهمة، ليش بدنا نناقش المركزية واللامركزية؟ هيدا لأنه السلطة مش بس بتكون قوية، كمان لازم تكون عادلة ومرنة. هون منفوت بالنقاش، هل الأفضل تكون كل القرارات بيد المركز واحد أو تتوزع الصلاحيات على أكثر من جهة بمناطق مختلفة؟ سوريا اليوم مثل ما الكل بيعرف بوضع معقد. الحرب اللي قطعت البلد لسنين خلفت مشاكل سياسية واجتماعية واقتصادية كبيرة. البلد اللي كان يدار بطريقة مركزية كتير قوية صار بحاجة لإعادة تفكير بهيكليته، والناس صارت تسأل: هل النظام السلطة المركزية هو اللي ساهم بانفجار المشاكل؟ وإذا الجواب كان نعم، فشو البديل؟ هون بيجي دور فكرة اللامركزية. لما نحكي عن لامركزية ما عم نحكي عن تفكيك الدولة، بل عن توزيع للسلطة بطريقة تكون أكثر عدالة وأقرب لحاجات الناس بمناطقهم. مثل ما بيقولوا: أهل مكة أدرى بشعبها. فهل ممكن تكون اللامركزية حل مناسب لسوريا؟ وكيف فينا نطبقها بلا ما نوقع البلد بمشاكل جديدة؟ الهدف الأساسي هو أنه نفهم الفرق بين النظام المركزي والنظام اللامركزي. ما بدنا بس نشرح النظريات، بدنا نحكي عن واقع السوري، عن تحديات، وعن كيف هيدا النظام ممكن يساعد بحل المشاكل. بدنا نطرح أسئلة مثل: كيف ممكن تتوزع الصلاحيات؟ شو دور المحافظات؟ وكيف فينا نضمن أنه اللامركزية ما تتحول لفوضى أو لضعف بالدولة؟ رح نحكي حول هالموضوع لنفهم أكثر ونتخيل مستقبل أفضل لسوريا. المركزية واللامركزية، شو الفرق؟ وليش سوريا بحاجة إلى اللامركزية؟ خلونا نحكي بصراحة. النظام المركزي هو لما كل شيء بيكون بإيد الحكومة المركزية، يعني القرارات الكبيرة والصغيرة بتطلع من العاصمة. هيدا النظام موجود بكتير بلدان مثل مصر وكوريا الشمالية وسوريا سابقاً. الفكرة هون انه كل البلد ماشي عن نفس القانون ونفس السياسات وكل شيء موحد. بس اذا بدنا نكون واقعيين، هيدا النظام مش دائما بيعطي نتيجة منيحة، وخاصة ببلد مثل سوريا. شو اللي شفناه؟ تهميش مناطق، انعدام التوازن، كل شيء بيرجع للبيروقراطية، والمناطق بعيدة عن العاصمة كانت دائما بتحس انه ما لها صوت. طيب شو البديل؟ البديل هو اللامركزية. خلونا نتخيل بلد سوريا اللي فيها ثقافات مختلفة، مناطق بأوضاع وتحديات مختلفة. كيف فينا نخلي كل منطقة تحس انه إلها دور وعم تاخد قرارات اللي بتناسبها؟ هون بتفوت اللامركزية كحل عملي. شو يعني لامركزية؟ بكل بساطة توزيع صلاحيات. يعني بدل ما الحكومة المركزية هي اللي تتحكم بكل شيء، المناطق بتاخد حصة من السلطة، سواء إدارية أو مالية أو حتى سياسية. مثلا إذا في محافظة بتعاني من مشكلة معينة، ما بتضطر إنه تستنى إذن من العاصمة لتبلش بحلها. عندها مرونة إنها تشتغل لحالها. ليش سوريا بحاجة للامركزية؟ خلينا نحكيها كيف. سوريا مش بلد صغير، وفي تنوع كبير، من حسكة لحلب ومن درعا لسويدا ومرورا بالساحل. كل منطقة إلها حاجات وتحديات خاصة. النظام المركزي ما قدر يعالج هيدا التنوع، بالعكس المشاكل زادت. الأطراف كانت دائما محرومة، ما في استثمارات كافية، ما في إلهم صوت قوي بالمركز. هيدي خلق إحباط عند الناس وشعور بالظلم، والتوزيع الثروة كانت غير عادلة طبعا. طيب شو اللي بتقدمه اللامركزية؟ اللي بتقدمه اللامركزية أولا عدالة أكتر. كل منطقة بتاخد فرصتها لتشتغل على حسب ظروفها.
وكمان بتقدم المشاركة حقيقية. الناس بالمحافظات بيحسوا إنهم جزء من قرار، مش بس عم بينفذوا الأوامر. كمان التنمية أسرع بتصير، بدل ما تضيع المشاريع بين الوزارات، كل منطقة بتشتغل أسرع لأنها بتعرف شو الاحتياجات تبعها. سؤال مهم هون بيطرح نفسه، مين جرب اللامركزية ونجح؟ شوفوا سويسرا وألمانيا، كل إقليم عنده استقلالية ليشتغل على وضعه، والنتيجة اقتصاد قوي، استقرار وعدالة بالتوزيع. طيب شو المخاوف؟ في ناس بتقول إنه اللامركزية ممكن تخلق فوضى أو ضعف بالدولة، بس هون بيجي دور النظام. إذا في قوانين واضحة ومركز قوي للتنسيق بين الأقاليم، هيدا المخاوف كلها بتنحل. الخلاصة يا شباب، سوريا اليوم بحاجة لأسلوب جديد لإدارة شؤونها. النظام اللامركزي مش معناته نفكك الدولة، بالعكس معناته نرجع التوازن ونبني دولة بتخدم كل مواطن وين ما كان. اللامركزية بتعطي أمل لكل منطقة إنه صوتها مسموع، وإنها شريكة بإعادة بناء سوريا بطريقة بتشبهها. خلينا نحكي شوي عن النظام المركزي اللي حكم سوريا لعقود. هالنظام مبني على فكرة أنه كل سلطة بيد الحكومة المركزية بدمشق، يعني القرارات السياسية والاقتصادية وحتى الإدارية كلها بتطلع من العاصمة، وباقي المناطق دورها محدودة بالتنفيذ. طبيعة النظام بسوريا عطى الحكومة المركزية سيطرة شبه كاملة على كل مفاصل الحياة بالدولة. الوزارات والمؤسسات الحكومية بدمشق هن اللي بياخدوا القرارات، وأي خطة أو مشروع لازم يمر عبر بيروقراطية طويلة ومعقدة. خليني أذكركم ببعض من التأثيرات المركزية على المناطق المختلفة. من ناحية الاقتصاد، الاستثمارات والمشاريع الكبيرة الكبرى دائما متركزة حول العاصمة والمدن الكبرى مثل حلب قبل الحرب مثلا. بالمقابل المناطق الريفية أو النائية كانت عم تعاني من نقص كبير بالبنية التحتية وفرص العمل. مثل المحافظات الشرقية مثل حسكة ودير زور الغنية بالموارد مثل النفط والقمح كانت محرومة من استفادة المباشرة من هيدي الثروات، لأنه كل شيء كان بيروح على المركز. من ناحية التعليم، المناهج والقرارات التعليمية مركزية ما بتاخد بعين الاعتبار حاجات وخصوصيات المناطق المختلفة من التنوع الثقافي والمجتمعي. الجامعات والمدارس بالمناطق الريفية كانت دائما ناقصة من حيث الجودة مقارنة بالمناطق الأقرب للعاصمة والمدن الكبيرة. أما من ناحية الخدمات، المناطق البعيدة كانت دائما آخر أولويات المركز. الكهرباء والمياه والرعاية الصحية كانت توصل بشكل غير عادل. المناطق البعيدة كانت أكثر شيء بتعاني لأنه الموارد والخدمات الأساسية كانت توزع بشكل غير متوازن. يا جماعة، النظام المركزي بسوريا خلق فجوة كبيرة بين العاصمة والمناطق الريفية والنائية. دمشق وريفها كانوا بياخدوا النصيب الأكبر من الاهتمام، بينما المحافظات البعيدة مثل درعا وسويدا ودير زور وإدلب كانوا عم بيعانوا. هالشي خلى هالمناطق تحس إنها على الهامش وإنها ما عندها دور حقيقي بعملية اتخاذ القرار. خليني أخبركم النظام المركزي كيف ساهم في تفاقم المشاكل بشكل كبير. أول شيء غياب العدالة بالتوزيع. المركزية كرست الفجوة بين المناطق وخلت الناس تحس بالظلم، خصوصا بالمناطق اللي عندها موارد كبيرة بس ما كانت تستفيد منها، مثل دير زور ومناطق شمال سوريا عموما من رميلان إلى عفرين. البيروقراطية الثقيلة، كل شيء لازم يمر عبر المركز، وهذا الشيء أخر تنفيذ المشاريع والخدمات بالمناطق.
3. تفاقم المشاكل السياسية المركزية ما أعطت فرصة للمناطق أنها تعبر عن حاجاتها أو تطالب بحقوقها، وهالشي كان عامل أساسي بانفجار التوترات السياسية والاجتماعية. وما تنسى انعدام المرونة، النظام المركزي ما قدر يتعامل مع خصوصيات كل منطقة، فصارت القرارات غالبا بعيدة عن الواقع. الخلاصة، النظام المركزي بسوريا كان واحد من الأسباب الأساسية لتراكم المشاكل. التركيز على العاصمة وتجاهل الأطراف خلق إحساس بالظلم والانقسام بين المناطق. وهون بيجي سؤال: هل ممكن يكون الحل بنظام لا مركزي يعيد توزيع السلطة والموارد بشكل عادل؟ خلينا نحكي بصراحة، النظام المركزي اللي كان بسوريا ما قدر يعطي حل لمشاكل اللي تراكمت عبر السنين. بالعكس، ركز السلطة والخدمات بيد العاصمة وترك الأطراف تعاني من تهميش كبير. وهون بتفوت اللامركزية كفكرة قابلة للتطبيق لتحسين الوضع وإعادة بناء البلد على أساس أكثر عدالة. اللامركزية ممكن تعالج المشاكل في سوريا من خلال كتير أمور وطرق. أولها تحسين توزيع الموارد والخدمات. بالنظام اللامركزي الموارد الوطنية بتضل ملك الدولة كلها، بس مع آلية عادلة لتوزيعها. يعني الموارد ما بتصير ملك منطقة معينة بس لأنها موجودة فيها، مثل النفط بدير زور أو قمح بحسكة، بل بتجمعها الدولة المركزية وبتوزعها على كل الأقاليم والمناطق بناء على احتياجاتها وعدد سكانها وتحدياتها. ليش هيدا شي مهم؟ لأنه إذا خلينا كل منطقة تحتفظ بمواردها، المناطق الغنية بالثروات رح تتطور أكثر والمناطق الأفقر رح تبقى متأخرة، وهيدا بخلق انقسامات وعدم توازن داخل الدولة. كيف تشتغل هيدا الشيء؟ الموارد تجمعها حكومة مركزية عبر نظام عادل مثل ضرائب أو إيرادات وطنية. بعدين الميزانية بتتوزع على الأقاليم حسب خطط تنموية واضحة. يعني إذا منطقة بحاجة لبنية تحتية أو عندها أزمة معينة بتاخد حصة أكبر. اللامركزية هون ما بتعني إنه كل منطقة تمتلك مواردها، بل إنه الأقاليم عندها حرية بالتصرف بحصتها من الموارد ضمن صلاحياتها. على سبيل المثال، دير زور والحسكة عندهم موارد نفطية وزراعية كبيرة، بس بنفس الوقت في مناطق مثل السويدة أو درعا ما عندها نفس الموارد. بالنظام المركزي الحالي هالموارد غالبا بتروح للعاصمة وبتضيع بالبيروقراطية. أما بالنظام اللامركزي الدولة بتاخد الموارد على مستوى وطني، بس الأقاليم تضمن أنها تحصل على حصة عادلة، مش بناء على قربها من العاصمة بل بناء على حاجاتها الفعلية. وهيك كل سوريا بتستفيد بشكل متوازن. يعني يا أصدقائي، اللامركزية مش تقسيم للموارد بل إعادة توزيع عادل من المركز لكل المناطق، مع إعطاء الأقاليم حرية التصرف بحصتها بطريقة تتناسب مع أولوياتها. هيدا كانت حول توزيع الموارد. تاني شيء إعطاء صوت أكبر للمجتمعات المحلية. بالنظام المركزي القرارات كانت بتجي من الفوق، من ناس يمكن ما بيعرفوا خصوصية أو حاجات المناطق البعيدة. أما باللامركزية كل منطقة بتصير عندها مجالس محلية منتخبة، وهذا بيعطي فرصة للناس ليشاركوا فعليا بالقرارات اللي بتأثر على حياتهم اليومية. هيك كل منطقة بتصير أقرب لحاجاتها وأكثر فعالية بحل مشاكلها. وأهم شيء باللامركزية هو تخفيف التوترات العرقية والطائفية. كلنا بنعرف سوريا بلد فيه تنوع كبير من الأثنيات وأديان وطوائف. النظام المركزي غالبا كان يفرض سياسات ما بتاخد هيدا التنوع بعين الاعتبار، وهيك زاد التوترات. مع نظام اللامركزي
كل مجموعة بتاخد تمثيلها المحلي وبتقدر تعبر عن نفسها سواء سياسيا أو ثقافيا بدون شعور أنه في طرف واحد مسيطر. هيدا التمثيل بيخلق استقرار أكتر لأنه الكل بيحس أنه عنده مساحة بالمشاركة بالحكم. أما رابع نقطة هو تنشيط التنمية الاقتصادية. بالنظام اللامركزي كل محافظة بتصير مسؤولة عن تنميتها الاقتصادية سواء عبر استقطاب استثمارات محلية أو إدارة مشاريعها الخاصة. هذا الشيء بيعني أنه كل منطقة بتقدر تطور حالها من دون ما تستنى القرارات من المركز، وهيك بتنشط الاقتصاد وبيخلق فرص عمل محلية. إليكم بعض أمثلة على نماذج ممكن تتبناها سوريا. النموذج السويسري مثلا، سويسرا بتعتمد على نظام فيدرالي ناجح، وكل كانتون أو إقليم عنده صلاحيات واسعة بإدارة شؤونه من التعليم للصحة للضرائب. بس الأقاليم كمان بتتعاون مع بعض لتنسق سياسات وطنية. هيدا النموذج بيخلي دولة قوية بس بنفس الوقت بيعطي مساحة لكل منطقة لتكون مستقلة بقراراتها. عندك كمان نموذج الألماني. ألمانيا كمان عندها نظام فيدرالي وكل ولاية عندها برلمان خاص وقوانينها، بس في تنسيق واضح مع الحكومة المركزية، وهالشي بيضمن عدم وجود تضارب بالقرارات. الفرق هون انه الحكومة المركزية بتركز على الامور الكبيرة مثل السياسة الخارجية والدفاع، وبتترك امور الداخلية بيد الولايات. طبعا لا شك انه سوريا إلها خصوصياتها ومش ممكن ننسخ نظام جاهز مثل ما هو. الحل ممكن يكون بنظام لا مركزي متوازن، توزيع صلاحيات حسب حاجات كل محافظة، تركيز على احترام تنوع العرقي والثقافي بكل منطقة، تنسيق واضح بين المركز والمحافظات لضمان وحدة الدولة ومنع التشتت. الخلاصة، اللامركزية مش معناها تقسيم سوريا أو إضعاف دولة، بالعكس هي خطوة نحو بناء دولة عادلة بتاخد بعين الاعتبار خصوصية كل منطقة وبتخفف التوترات اللي سببتها التهميش. إذا تم تطبيقها بطريقة مدروسة بتكون حل واقعي وفعال لإعادة بناء سوريا على أسس جديدة. حابب قبل ما ننهي الحلقة أني أعطيكم رؤية للمستقبل، أو خلينا نقول خارطة طريق نحو اللامركزية في سوريا. شو هي خطوات عملية لتطبيق نظام لامركزي في سوريا؟ أولاً، صياغة دستور جديد يتضمن نصوصاً واضحة بتحدد صلاحيات الحكومة المركزية وصلاحيات الأقاليم والمحافظات، مع التأكد أو التأكيد على التوزيع العادل للموارد والتمثيل. ثانياً، إنشاء مجالس محلية منتخبة. كل محافظة يكون عندها مجلس محلي منتخب، يعني برلمان على مستوى إقليم يتمتع بصلاحيات واضحة لإدارة التعليم والصحة والخدمات والتنمية المحلية. ثالث شيء، تدريب الكوادر المحلية على إدارة الفعالة والشفافة لضمان نجاح النظام اللامركزي. رابع شيء، لازم وضع قوانين تضمن توزيعا عادلا للموارد الوطنية بحيث يحصل كل إقليم على حصته بناء على حاجات وعدد سكانه. خامسا، يمكن تطبيق اللامركزية بشكل تدريجي، مثلا بدءا من صلاحيات بسيطة مع تقييم مستمر لتجنب فوضى وضمان تنسيق مع الحكومة المركزية. برأيي هناك حاجة وأهمية كبيرة يتطلب توعية المجتمعية حول اللامركزية، وهذا يقع على عاتق المثقفين والإعلاميين والتيارات السياسية والمدنية الذي تؤمن بأن النظام اللامركزي هو حل لسوريا. عليكم توضيح المفهوم. كتير ناس بسوريا بيربطوا اللامركزية بالتقسيم، لذلك من المهم أن نوضح أنها ليست انفصالا بل توزيع للسلطة بشكل عادل.
لازم كمان إبراز الفوائد مثل تحسين خدمات، مشاركة الناس بالقرارات، وتعزيز التنمية في كل المناطق. كمان لا علينا إطلاق حملات إعلامية، استخدام وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني لنشر الوعي وتقديم أمثلة ناجحة من دول أخرى. بعتذر على الإطالة وشكرا لمن وصل إلى هنا. خليني أختم بتلخيص الفرق بين المركزية واللامركزية. المركزية تعني أنه كل القرارات والموارد تدار من العاصمة، مما يؤدي غالبا إلى تهميش الأطراف واستبداد بالسلطة. اللامركزية توزيع السلطة على الأقاليم، مما يضمن عدالة أكبر وتمثيلا أوسع. تخيل شكل سوريا تحت نظام لا مركزي. تخيلوا معي سوريا وين حسكة، دير زور، درعا وحمص عم بيديروا شؤونهم بحرية، وموارد البلد عم تتوزع بعدل لكل الناس. تخيلوا مدارس وجامعات أفضل، خدمات صحية متوفرة بكل مكان، ومجالس محلية عم تاخد قرارات بتناسب خصوصيات مناطقها. هيدا الموضوع مش بس للحكومات، هو لكل مواطن. لازم يكون في نقاش مفتوح بين الناس حول مستقبل الحكم بسوريا وكيف ممكن نحقق نظام عادل ومتوازن. ختاما، النظام اللامركزي مش مجرد فكرة، هو طريق لبناء دولة أقوى وعدالة أكثر. خلونا نفتح الباب للحوار وخلونا نحلم بسوريا جديدة أقرب للناس وأعدل للجميع. رح أسألكم بعض الأسئلة بتمنى الكل يوقف عندها بجدية ويفكر فيها. هل تعتقد أنه اللامركزية هي حل الأفضل لسوريا؟ كيف بتتخيل شكل منطقتك إذا كان عندها حرية أكبر بإدارة مواردها وشؤونها؟ برأيك شو أهم التحديات اللي ممكن تواجه تطبيق نظام اللامركزي بسوريا؟ هل بتوافق أنه اللامركزية بتخفف التوترات العرقية والطائفية؟ إذا طبقنا اللامركزية، شو رأيك يكون دور الحكومة المركزية؟ خلونا نفكر سوا. شو إذا كان عنا نموذج لا مركزي بيضمن عدالة بتوزيع الموارد، حرية بالمشاركة السياسية، خدمات أفضل لكل المناطق؟ شو إذا كانت سوريا نموذج جديد لمنطقة بتجمع بين التنوع والوحدة بنظام عصري؟ شاركونا آراءكم وأفكاركم، الحوار هو بداية أي تغيير.